أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة ستتحدث عن تأثير الرياضة والتمارين الرياضية على الصحة النفسية. وللمزيد من التفاصيل نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأخصائية في علم النفس تالا عويضة. مرحبا بك تالا. أهلا محمد، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ أهلا، الله يسعدك يا رب. مشاهدينا، سنتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن موضوع الصحة النفسية وعلاقتها بالتمارين الرياضية. تابعونا بعد الفاصل. في البداية مشاهدينا سنتحدث حول هذا السؤال. تالا، ما علاقة أو ما تأثير الرياضة على الصحة النفسية للأشخاص واللاعبين الذين يلعبون التمارين الرياضية باستمرار أو بفترات متقطعة؟ محمد، بداية لازم نحكي عن الرياضة قديش هي مهمة بحياتنا اليومية، وبتوصي الدراسات والإحصائيات إنه لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا إنه إحنا نلعب رياضة، اللي هي معدل 30 دقيقة على 5 أيام، اللي هو الحد الأدنى للعب الرياضة. الرياضة بتفيدنا، بتزيل الطاقة السلبية منا، بتقلل كثير من التوتر، وبنلجأ لها كمان لإزالة الضغوطات النفسية. يفضل بأماكن تكون مليانة مثلا فيها خضار، فيها طبيعة، جوها حلو مريح، نبعد عن هاي ضغوطات الحياة والعمل والدراسة وهاي الأمور. فتأثيرها علينا كثير كبير، لدرجة إنه بنصحوا فيها كعلاج كمان ثانوي مع الأدوية أو حتى العلاج النفسي، لأنه الرياضة مثل ما بنعرف إنه بيتم إفراز هرمون الأندروفين داخل الجسم، اللي هو أحد هرمونات السعادة. يتحدث سؤالنا الثاني عن تأثير الرياضة والتمارين الرياضية على تقدير الذات. ما تعليقك على هذا الموضوع وعلى هذا الإطار تالا؟ أنا محمد، بالتأكيد لما إحنا بنلعب رياضة فأنت بتكون نظرتك لنفسك مش زي الشخص اللي مش عماله بيلعب رياضة. رح تحس بثقة بنفسك، وهاي الثقة من وين جاي؟ أكيد مش ثقة عمياء. لما أنت ما كنت تقدر تحمل هاي الأوزان صرت عمالك تقدر تحملها، بالتالي ففي ثقة بنفسك. أنت ما كنت تصبر على وقت التمارين، لو ربع ساعة كنت تمل منها، لما بعدين حسيت بالسعادة وحسيت بالفايدة وحسيت إنه عمالها بتعود عليك بالنفع، فأنت زادت ثقتك بنفسك، صرت ممكن بمنظر أجمل. كمان ما ننسى إنه الرياضة بتحسن الذاكرة، بتساعد على النوم، بتساعد على الاسترخاء. فكل هذا الاشي انه هي عمالها بتفيدني، فانا عمالي بقدر ذاتي من نتيجة هذا الاشي اللي انا عمالي بمارسه. بينما سنتحدث في النقطة الأخيرة والبند الأخير من هذه الحلقة وهذا البرنامج حول ما التأثير الذي يتعرض له أو يتمثل من قبل الرياضة على المشاعر السلبية المتعلقة بالقلق والتوتر والخوف. محمد، الأشخاص اللي بيكون عندهم توتر بالتالي رح يكون عندهم هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر ما بين قوسين عالي جدا. فلما بيلعبوا الرياضة فعليا هذا الهرمون بصير ينزل تدريجيا. هاي من ناحية فسيولوجية شو عماله بصير بالجسم. فدائما ننصح أي أشخاص متعرضين لمشاعر سلبية إنه يلجأوا للرياضة. في أنواع مختلفة من الرياضة لأنها بتضلها بحر وعالم وسيع. اليوغا مثلا من أحد أنواع بمفهومها الرياضي مش بمفهومها الديني، يعني بتساعد كتير على الاسترخاء، على إزالة المشاعر السلبية، حتى على تقدير الذات. وفي أشخاص مثلا بتحب تمارس الرياضة حسب شو البيئة المتوفرة حواليها، ممكن في على جبال، فممكن عند البحر. هاي كلها بتساعد على إنها تربط هذا المجهود الجسمي بمكان كمان بتحبه أو مع أشخاص بتحبهم، فبالتالي أكيد مشاعرك رح تتوجه من السلبية لمشاعر إيجابية وأكثر راحة وأكثر طمأنينة. نعم، إذن هنالك تأثير يتمثل من قبل البيئة التي تمارس عليها الرياضة، سواء كانت في المناطق الطبيعية أو في المراكز الرياضية فيما يتعلق بالجيم، أو في ربما البادية أو ربما المسابح الرياضية. نعم صحيح. نعم صحيح. شكرا لك تالا. العفو محمد. إذن مشاهدينا، نكون قد وصلنا لاختتام حلقتنا لهذا اليوم، والتي تحدثت عن تأثير الرياضة والتمارين الرياضية على الصحة النفسية فيما يتعلق بعدة مواضيع، من أهمها القلق والتوتر والإرهاق النفسي. إلى أن نلقاكم في حلقات أخرى. قبل الختام نشكر أخصائية
أخصائية علم النفس تالا عويضة. شكرا لك تالا. شكرا محمد، يعطيك ألف عافية على هالمقابلة. لا. إذا مشاهدينا نلقاكم في حلقات أخرى وفي مواعيد أخرى. كان معكم محمد صمور، دمتم في أمان الله.